شوية. اشفر عليكم شويه؟ قصدك افشر عليكم شويه؟ اخص عليك يا بهادي، ما كانش العشم. عشان مات يا أخويا. افشوا وانت فاهم. حاضر. طب احكي لك ايه بقى؟ حكم انت عارفه ان انا مغامراتي كتير. احكي لك قصه الاسد اللي كلني. كانت ازاي يا أخويا؟ عيب يا بهاني، انت هتعملي زي اهل البلد اللي مش مصدقيني. بقول لهم زمان زي ما انتوا خابرين، وانا في الجيش في شبابي كنت بطل من ابطال اكتوبر المجيد. في الصحراء كده في العصاري بتمشي، سمعت لك صوت جامد، قمت ضارب بعيني فوق كده، ببص لقيت ايه؟ طياره ماشيه من ديش العادي. لقيت لك ايه؟ السواق بيبص لابن الطياره وبيلجس لك ايه؟ ابن البلط. قمت عامل ايه؟ وانا حاطط ايدي في جيبك دي، قمت ماسك طوبه وقمت سجلها في الطياره كده. قامت ايه؟ قامت الطياره مكسوبه نصين. اه والله زي ما بقول لك كده. وقمت بص للسواق كده وهو نازل بيتدلك كده، وقمت جاي له قلت هل اذهب الى الجحيم يا ابن البلق. وقام ايه؟ عامل لك ده بيده. وقال ايه؟ اهل البلد مش مصدقني، هو انا بكذب؟ يا الناس والشوط. اجديه يا بهانه يا بيت. يا بت ده انا سايب خالتك وجديه في البيت بتطبخ لنا بطه قد الخروف كده وحمام ومحشي، زي ما انت خابره ان انا من الاعيان. يا بنت زي ما بقول لك كده والله انا من الاعيان، والفلوس عندي كتير بالزوفه. من الفرش. يا ابوي يا ابوي. ايه يا ده وهدان؟ امي بتقول لك مفيش اكل في البيت، هنموت من الجوع. بس يا بلاش فضايح. روح قول لامك في 5 جنيه تحت المخده، خليها تمشي نفسها بيها. سمعتك يا وحشار. ماشي يا بهاني، ماشي يا بلد. والله ما انا حكي لكم عن الاسرائيلي اللي انا كلت ودانه. نيجي تروح الشارع